هنتعرف على صباح حسني أخت سعاد حسني ونجاة. هذه الأخت التي لم يعرفها الكثيرون. هنعرف مع بعض قصتها وإزاي ماتت في ذلك الحادث البشع وهي في سن 20. من المعروف أن نجاة الصغيرة هي أخت سعاد حسني من الأب، وكان ليهم حوالي 10 إخوات، من ضمنهم صباح اللي كانت لسه بتبدأ الدخول في عالم الفن والشهرة. فنشرت إحدى المجلات بقدوم هذه النجمة صباح حسني ودخولها في عالم الفن، وكان الجميع متنبئ لها بمستقبل فني مضيء، فكانت جميلة جدا وموهوبة وبتتمتع بصوت جميل في الغنى، ولكن للأسف لم يمهلها القدر فتوفت قبل أن تدخل في عالم الفن والشهرة. وصرحت أختهم جنجا عن الحادث ده في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقالت إن صباح كانت راكبة السيارة مع خطيبها وهي في طريقها للإسكندرية علشان تحضر حفلة لنجاة. خبطتهم سيارة نقل كبيرة ورمتهم في الترعة في إحدى قرى محافظة البحيرة مركز إيتاي البارود، وهي ماتت بعد الحادث بنص ساعة، وخطيبها نجا من هذا الحادث، والكلام ده كان سنة 1965. وتم إبلاغ سعاد حسني ونجاة بعد 24 ساعة بعد ما تعرفوا على هويتها. وأكملت جنجاو وقالت إن صباح دي كانت زي القمر، وكان وقتها عندها 20 سنة، وقبل ما تسافر كانت ماضية 3 عقود للأفلام.